إيه يعني واحد مثلا حسن نصر الله تجده هكذا يتراكض لكي يتوافق مع البعيد ويتقارب معه، لكنه في نفس الوقت يأتي فيفتعل صداما مع من يفترض أن يكونوا إخوانا له في العقيدة مثلا على أقل تقدير، والذين لا يخالفونه في اتجاهه العام في المقاومة، لكنهم يخالفونه في عبثه في الدين، ولا يرتضون منه مثل هذا العبث، ولا يرتضون منه النزعة البترية الخبيثة. فتجده يذهب قبل أيام مثلا يؤبن رجلا على أقل تقدير مات من الجاهلية، ما عرف إمام زمانه، أحد كهنة البكرية، لمجرد أن ذلك الكاهن كان يوافقه في اتجاهه السياسي، وكان محسوبا على المحور الإيراني وليس السعودي في المنطقة. أما نحن في المقابل فيأتي وماذا؟ يهاجمنا، ولا يكتفي بالهجوم الكلامي بل يتعداه إلى الفعل، يختطف من يعمل في هذه القناة المباركة كالسيد محمد علي الموسوي فرج الله عنه، ويسلمه لخامنئي، وهو الآن في سجن إيفين في إيران. يعني منتهى النذالة والحقارة. يعني يا أخي على أقل تقدير احترم عنوان التشيع، احترم هذا العنوان. هل كان من سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام خطف الناس الذين يختلفون معهم؟ حتى في حال تمكنهم، حتى لا يقال زمان التقية له أحكامه، في حال تمكنهم كأمير المؤمنين عليه السلام، في زمان تمكنه، في زمان حكومته في الكوفة، كان هنالك أناس يشتمونه من الخوارج. ماذا فعل لهم؟ قال إنما هو سب بسب أو عفوا عن ذنب، أختار الثاني. أنت تدعي أنك ابن علي عليه السلام وأنك ماض على منهاجه، كذبت. أنت هنا تمضي على منهاج عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمر باختطاف سعد بن عبادة وتصفيته، وهذا ما حصل، اغتيال سياسي. هذا مع أننا لسنا جهة سياسية ولا ننافسهم في شأن سياسي قط، لكنهم يعلمون أننا الجهة الأخطر حسب ما يبدو، لأننا بما نبثه في الأمة من توعية دينية نسحب البساط الشرعي من تحت أرجلهم، يعني لا تبقى لهم شرعية أصلا، وهذا أخطر بالنسبة إليه. يعني ربما لو كنا جهة سياسية تناكفهم لكان أمكن التعامل معنا وعقد الصفقات معنا، لأنه السياسي لازم يعقد صفقات. شنو السبب احنا ما نجوز أنه يعني من هم في فلكنا أن يقتحموا الميدان السياسي إلا أن يستقيلوا؟ السبب هذا، أنه السياسي بطبيعة العمل والعالم السياسي لابد أن تبيع وتشتري، ما تقدر، هذه طبيعة السياسة. الجهة الدينية ليست هكذا. والمشكلة التي وقعنا فيها الآن أن كثيرا من الجهات الدينية عندنا تسايس، أي تداهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لم يصانع، يعني لا يداهن، من لم يداهن، ولم يضارع أي لم يخف من الضراعة، ولم يتبع المطامع، ما عنده طمع في الدنيا. ما الفائدة في أنك تكسب بعض الأفراد من كهنة البكرية والذين هم ترى بالمناسبة لا وزن لهم، يعني الذين توافقوا مع الخط الخامنئي الإيراني الحكومي من كهنة البكرية لا وزن لهم في الساحة، لا وزن يذكر يعني.
وكثيرا ما ينقلبون فيما بعد، يعني لأنه القضية هم بيع وشراء سياسي، يعني شراء ولاءات سياسية في مرحلة معينة، مثل ما سابقا كانوا مشترين ولاء القرضاوي ثم انقلب عليهم، يعني تحصل أحداث. وخاصة أنه هذا معروف من كهنة البكرية أنهم لمن يدفع أكثر ولمن يقدم تسهيلات ونفوذ أكثر. فمرة يكون مع إيران، مرة يكون مع آل سعود، ما عنده مشكلة. فما الفائدة في أن تكسب كل هؤلاء وتخسر الشيعة؟ والخسارة مضطردة. يعني من المعلوم الآن أنه هذا الحزب الذي يسمى حزب الله وهو في الحقيقة حزب أعداء الله بسبب ممارساته كالخطف والإجرام في حق المؤمنين، خسر الكثير حتى في الداخل الشيعي. ما كان قبل يعني ظهور دعوتنا هذه، ما كان هذا الحزب إلا محل إجماع الشيعة تقريبا، وخاصة سيده يعني كان حسن نصر الله محل إجماع، الكل كان يحترمه في الداخل الشيعي، بل حتى عند البكرية. يعني الآن الفترة الأخيرة صارت عندنا انحسارات شديدة جدا. أما في الجانب البكري فبسبب الموقف في سوريا يعني خسر قطاعات كثيرة. أنا أتذكر أكو نائب بالكويت، نائب برلماني وهابي معروف، ما أدري إذا سامعين به أو لا، وليد الطبطبائي، هو سلفي. إيه، تدرون هذا في حرب تموز كان يتغنى بحزب الله وحسن نصر الله، ويمكن يرفع صوره ويدعو له إلى آخره في المهرجانات. هذا السلفي الوهابي، تصدق؟ يعني شوف، هكذا كان حتى الوهابين على أقل شريحة منهم كانوا مؤيدين ومفتونين بحسن نصر الله ويحبوه، يعتبروا بطل ومقاوم محل إجماع حقيقة يعني إلى حد ما. تورط في أحداث سوريا فصار حزب اللات، وصار السيء حسن نصر اللات وما أدري شنو من الألفاظ هاي مالتهم، وخسر كل هذه القواعد في القواعد الشعبية في الوسط البكري. في الوسط الشيعي هم بغبائه السياسي، وطبعا مو هو هو بالريموت كنترول يشتغل، يعني من خامنئي ما أدري منو مدخل بمخه موضوعنا، يعني شنو يقول، حاط دوبنا، عرفت شلون؟ هكذا مخلينا براسه هالشكل، يعني حرب مفتوحة يعني لا هوادة فيها، وجهل لأنه ماكو تكافؤ. الحرب إذا تكون من الأقوى مع الأضعف ولا يمكن حسمها، يتقوى الأضعف. شيء واضح هذا، يعني سياسيا ما أدري، يعني هو مفروض يفهم سياسيا، ما أدري شلون هبط علي الغباء فجأة. ما أدري بعد البروستات، بعد الكذا، بعد العملية مالت صار هالشكل، ما أدري طقت فيوزاته، ما أدري. فالآن مع هذا الهجوم المتوالي المستمر وأكاذيب مفضوحة جدا، يروح يطلع مرة يطلع يقول أين أنتم لما لا نراكم تدافعون عن السيدة زينب عليه السلام، أنتم أيها المطبرون وكذا، والنص اللي يدافعون عن السيدة زينب مطبرون، كل سنة يطبرون فيديوهاتهم موجودة على الإنترنت. يعني ليش الكذب المفضوح؟ هم الحمد لله على ساحات في جبهات القتال موجودين بإمكاناتهم المتواضعة، هم بالنتيجة هم لا وراءهم دولة مثل ما أنت ورائك، ولا نظام عندهم يمدهم بالتسليح وبالكذا، جهود فردية، جهود طوعية إلى آخره. رافضة أبرار على هذا المنهج. زين، يأتي كذبة أخرى يقول أنه هذه قناتنا المباركة مدعومة ولها تقدم لها كل الإمكانيات وكذا، وكذبة مفضوحة، وأنها قرينة مع وصال وصفا، في حين اللي حققوا اكتشفوا أن القرين على نفس التردد من هو وصال مع قناة الكوثر عند نفس الشركة اللي هي نور سات التي تمنعنا من البث، اللي أساسا قطعتنا ومنعتنا من البث. هذه الشركة تروح تقبل بالقنوات الإيرانية وتخليها باقة واحدة مع القنوات الوهابية. شلون تقدم على مدار النايل سات؟ شلون هذا يصير؟ إذا كان مجرد استقرارنا في لندن
لأنه لا تحملنا أرض تتحمل يعني أو فيها قوانين نستطيع بها أن نجبر حتى حكومتها على أن يبقى صوتنا هذا متسلحا بحرية التعبير والضمانات والقوانين التي تضمن حرية التعبير. إذا كان لم يكن أمامنا إلا لندن، ماذا نفعل يعني؟ ماذا نفعل؟ هذا لا يكون دليلا على العمالة أنه قناتنا في لندن، هذا كذب، هذا عدم تورع. وإلا يصير خامنئي أيضا عميل الملكة إليزابيث. ليش؟ لأنه قناته الإنجليزية الناطقة يعني بالسياسة الإيرانية واللي جدا مهمة بالنسبة إليه لأنه بها يخاطب الغرب، موجودة وين؟ في لندن، اسمها بريس تي في، موجودة هنا ولها كل الإمكانيات وكل التسهيلات وماشية ما شاء الله على قدم وساق، وما سدتها الملكة إليزابيث ولا الحكومة البريطانية. شلون هذا التوافق؟ إيش عجب؟ لماذا؟ هذه قناة خامنئي موجودة بلندن، صفنا ترى هنا الشكل، خلينا نقول إيش عجب؟ يعني قناة فدك موجودة بلندن عملاء، قناة بريس تي في الخامنئية الإيرانية الرسمية الناطقة باسم خامنئي باللغة الإنجليزية موجودة بلندن، خامنئي مو عميل. والنظام الإيراني، وخميني كان له تصريح، حسن زين ذكرتني، خميني في زمانه أيام ما كان في فرنسا له تصريح شهير كان يقول البي بي سي هي صوتي، لأنه البي بي سي الراديو كان ذاك الزمان، بي بي سي الفارسي، كان هي المحطة التي تجرؤ على أن تبث خطابات خميني التي تحرض الشعب الإيراني على الشاه، مع أنه الشاه حليف. لكن تدري السياسة الغربية ما إلها استقرار. ليش؟ لأنه حكومات تتبدل، كل حزب يأتي يبدل سياسات معينة، فأعداء الأمس يصبحون حلفاء اليوم، حلفاء اليوم أعداء المستقبل. يصير هذا طبيعي. الشاه كان حليفا لهم، بعدين شافوا ورقة محروقة ذبوه، قالوا خلينا نستفيد من خميني يأتي، ووثائق طلعت في هذا الخصوص. هذا طبيعي في السياسة الغربية. شو نسوي؟ هذه حكومات على مهب الريح. الآن مثلا أوباما له سياسة معينة أفضت إلى أنه لأول مرة بالتاريخ يصدر قرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل أو ضد الكيان الصهيوني، صحيح، في قضية بناء المستوطنات. وتدري بنيامين نتنياهو هذا ثارت ثائرته وضج في ما يسمى بإسرائيل، وأزمة دبلوماسية الآن بين أمريكا وبين الكيان الصهيوني. زين، هسه باقي له كم يوم أوباما يروح، يجي من وراه هذا المجنون هذا المخبط، زين، دونالد ترامب، يغير السياسة كلها. دونالد ترامب سياسته أنه راح يجيب السفارة الأمريكية لأول مرة بالقدس، يعني خطوة استفزازية شديدة، يعني يعترف بأن القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني. شو نسوي؟ هاي سياساتهم هكذا. شو تسوي؟ أنت بأي حق شرعي أنت المفروض متشرع على راسك عمامة يلي ما تستحي، يلي ما تخاف من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله، كيف تبهت المؤمنين وتقول عنهم عملاء؟ لأنهم يخالفونك، ما يقرون لك يا أخي باتجاهك، عندهم ملاحظات عليك. إيه نعم، أصلا نحن نقول عنك لا دين لك. زين، ليش؟ حديث عندنا لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر، ونحن قد أحرزنا بمشاهدة العيان أن خامنئي إمام جائر، وأنت تدين الله به بولايته، تقول ولاية الفقيه ولاية خامنئي، فلا دين لك إذن. إحنا أحرار، الرافضة أحرار يقولونها هكذا بملء الفم، لا يخافون لومة لائم. ما تهددنا لا بحزبك ولا بعربتك، ومصير الحق ينتصر. وإن كنت تفترض أنك تحقق نجاحات وانتصارات، فاعلم أن هذه النجاحات يعني من باب جرحنا، من باب أنه مثلا تجي تختطف واحد منا مثلا، تتصور هذا انتصار؟ يعني أكو عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أو حكمة مضمونها هذا: الغالب بالشر مغلوب. اللي يغلب بالشر، يعني أنت تصور غلبتنا أنه جيت سويت هذا العمل المشين هذا، بس هذا غلبة بالشر ترتد عليك.
هذه ترتد عليك، على الأقل سمعتك تسقط، كرامتك تسقط، الثقة بك تسقط. كم شخصا الآن منكم أنتم كلكم كنتوا تعتقدون حسن نصر الله؟ ما تعتقدون؟ سؤال أسألكم بالله، كلكم كنتوا تعتقدون، لماذا الآن ما تعتقدون به؟ لأنه حاول أن يغلب بالشر، فاكتشفتم هذا الشر فصار مغلوبا عندكم، سقط من أعينكم. وكذلك جماهير واسعة من الشيعة والمتشيعين، وين كان أول إيش قد يقدسوا، إيش قد يحترموا، مخدوعين به. الآن تغيرت المعادلة. هذه هي القاعدة، سنة إلهية هذه في البشر. يزيد لعنه الله حاول أن يغلب الحسين عليه السلام لكن بالشر فغلب. الآن من يحترم يزيد؟ لا أحد، لا أحد يذكر يعني، والحسين هو الذي انتصر صلوات الله عليه. وهكذا من كان مع الحق دائما. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من صارع الحق صرعه. لا يمكن. إذا كنا يا إخواني، إذا كنا متمسكين بمبادئنا التي ورثناها عن نبينا وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم، لا نتزحزح عنها ونتحمل الأهوال، بل ونركبها. ضرورات الأحوال تحمل على ركوب الأهوال. نواجه، لا نتراجع، لا تأخذنا في الله لومة لائم، لا نحابي في دين الله، نظل على منهجنا هذا، أوراق بحثية ونقدم الحقائق بكل صراحة، ولا نتحرج من كلمة وإن كانت تستفز مشاعر بعض الناس ما دامت كلمة حق، ونظل لا نعترف اعترافا شرعيا بأحد، يكون الاعتراف من جانب واحد. إذا بقينا هكذا لن تصرعنا قوة في الأرض، لن تصرعنا، بضمان أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. لنكن هكذا ولنبقى هكذا، ولنسأل الله عز وجل أن نبقى هكذا.